عمركم جوهرة ثمينة. هذا العمر اللي يمر عليكم جوهرة، وهو كله ايش كم يوم وش كم نفس وش كم ساعة. لا تضيعوها باللهو واللعب بس، ترى هي غالب عليها اللعب واللهو. اخذوا الجانب الجاد من الحياة، الجانب الجاد من الحياة اللي يخلدكم، لان انت اللهو واللعب ما يخلدك. شنو اللي يخلدك؟ يخلدك نظرية علمية، يخلدك عمل صالح، يخلدك خير لوجه الله، يخلدك خدمة الإنسان، الملكات الكريمة، السجايا الفاضلة، الخلق العالي. هذا هو اللي يخلدك، وهذا ما يجي بدون معاناة. ماكو شي يجي بدون معاناة. كون تعاني يعني وقتك لا تخليه زحمة اللعب واللهو، لا توجه للأشياء اللي تموتك وأنت حي. هذا يموتك وأنت حي، هذا يجمد تطلعاتك، يجمد فكرك، يجمد أخلاقك، يجمد عبقريتك ونبوغك. بينما إذا اتجهت بخط علمي، بخط أخلاقي، بخط عملي، تقدر تبدع وتنتج وتفيد الإنسانية. لأن الإنسانية مثل ما هي بحاجة للنظرية العبادية، هي بحاجة للنظرية العلمية. عمركم جوهرة ثمينة. هذا العمر اللي يمر عليكم جوهرة، وهو كله ايش كم يوم وش كم نفس وش كم ساعة. لا تضيعوها باللهو واللعب بس، ترى هي غالب عليها اللعب واللهو. اخذوا الجانب الجاد من الحياة، الجانب الجاد من الحياة اللي يخلدكم، لان انت اللهو واللعب ما يخلدك. شنو اللي يخلدك؟ يخلدك نظرية علمية، يخلدك عمل صالح، يخلدك خير لوجه الله، يخلدك خدمة الإنسان، الملكات الكريمة، السجايا الفاضلة، الخلق العالي. هذا هو اللي يخلدك، وهذا ما يجي بدون معاناة. ماكو شي يجي بدون معاناة. كون تعاني يعني وقتك لا تخليه زحمة اللعب واللهو، لا توجه للأشياء اللي تموتك وأنت حي. هذا يموتك وأنت حي، هذا يجمد تطلعاتك، يجمد فكرك، يجمد أخلاقك، يجمد عبقريتك ونبوغك. بينما إذا اتجهت بخط علمي، بخط أخلاقي، بخط عملي، تقدر تبدع وتنتج وتفيد الإنسانية. لأن الإنسانية مثل ما هي بحاجة للنظرية العبادية، هي بحاجة للنظرية العلمية. تخلق بأخلاق الله. شوف الله عز وجل ذول اللي يكفرون به ما يحرمهم من عطائه. هاي وحدة من جواري الإمام الصادق سلام الله عليه، جارية. الإمام في لحظاته الأخيرة ينازع مريض، وفي لحظاته الأخيرة قال هم أكو صرة عندي بالغرفة بيها 70 دينار من الذهب، انطوها إلى الحسن الأفطش. قامت لها جاريته قالت له سيدي هذا أمس شهر عليك السكين، طلع المدية شهر عليك وأراد ذبحك، وانت اليوم تأمرنا أن نعطي الأموال. قال نعم، هكذا أدبنا الله عز وجل. هالشكل أدبنا بأن نحسن إلى من أساء إلينا. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أما هاللون من الخلق يعني قد تعتبر عندنا هالأيام طرف. هذا تقول هذا طرف شيخنا، هذا خيال صار، هذا هالحكي اللي تحكيه خيال. لا وحياتك هو يعني احنا مجتمعاتنا الإسلامية الحمد لله بعد بيها خير، بعد بيها نوابض تنبض بالخير موجودة. شوية شيء من التربية. القرآن الكريم يقول سواء على مستوى أفراد أو على مستوى